يا أحلى متابعين لينا. النهاردة هنعمل البيتزا اللي كل الناس بتحبها ومش يعني كل الناس بتحبها، كبار وصغير. هدخل في المقادير. دي نص كوباية مية دافية، حطيت عليها معلقة كبيرة سكر، وهحط زيها معلقة كبيرة خميرة. ودي أول حاجة إحنا بنحب نعملها أو نحطها على جنب علشان نختبر الخميرة، عشان حرام ما تبوظ بقية المكونات. دلوقتي الحاجة بقتش رخيصة خالص. نحطها على جنب في مكان دافي عقبال ما بنجهز بقية الحاجات التانية. المقادير بتاعة الدقيق دي اختيارية. أنا هنا حاطة 4 كوبايات دقيق بالكوبايات المعيارية. في البيتزا يا جماعة احنا يعني الموضوع بيبقى سهل فيه إن احنا ممكن نحط الدقيق أكتر أو نحط أقل، وبنزوده براحتنا. يعني حطينا دقيق زيادة فبنكتر مقدار المية اللي بنعجن بيها، والموضوع سهل جدا. دي رشة ملح، وهنحط معلقة، يعني معلقتين زيت زيتون. هنا يفضل زيت الزيتون علشان بيدي طعم حلو قوي للبيتزا، أو زيت عادي بس يكون نوع كويس. هنا يا جماعة معلش أنا نسيت إن احنا بنحط 3 معالق زبادي عشان بتدي طراوة جدا جدا للبيتزا. ودي الخميرة بتاعتنا كانت ما شاء الله استمرت كويس وهي تمام. بس دي بقولها للناس بتبقى تجربها قبل ما تشتغل فيها الحرام. والبيتزا من الحاجات اللي بتحب تاخد شوية خدمة شوية في العجين. يعني احنا ممكن نعجنها شوية، يا إما بالعجان يا إما على ايديكي، وتبقى زي الفل جدا. ونبدأ بقى نزود المية تدريجيا. المية يا جماعة بتكون دافية، ما بتكونش سخنة قوي، بتكون دافية علشان ما تموتش الخميرة. وبنبدأ نقلب تدريجيا، وبنزود المية شوية شوية لغاية ما نوصل للعجينة اللي احنا عايزينها. العجينة بتكون بتلزق كده شوية، ما بتبقاش طري يعني متماسكة أوي، علشان تبقى البيتزا طرية معانا. وخلاص كده احنا عجناها تمام. بقى بحط عليها رشة زيت بس، وبسيبها على جنب تخمر. على حسب بقى، أنا بحطها في الفرن بتاع البوتاجاز، واسيبها ساعة ساعتين على حسب بقى الجو أخباره ايه. وهنا ما شاء الله خمرت وبقت تمام جدا. أنا ببدأ أطلع منها الهواء اللي فيها، وهنبدأ نجهزها. الكمية دي كانوا عاملين يعني ما شاء الله 2 بيتزا بالحجم الكبير. وهنبدأ بقى نفردها في الصينية. الصينية يا جماعة بتاعتها أنا بكون فردة فيها من تحت شوية، يا إما ستير، يعني يا إما نحط لها اللي هو دقيق السمولينا، أو اللي هو العيش بتاع اللي احنا بنحطه دوت، اللي هو السكرامبل بريد اللي احنا بنحطه من تحت علشان البيتزا ما تلزق. وبنبدأ بقى نحطها في الصينية بتاعتنا، وبنبدأ أفردها. لو تحب تفرديها الأول بره، وبنبدأ بقى نحط عليها التوبك اللي احنا عايزينه. ساعات أنا بتزنق وبحط صلصة عادية، أو ممكن نحط كاتشب. كل الإضافات اللي احنا عايزينها ممكن نحطها عليه. وبقى فلفل ألوان، جبنة موتزاريلا من فوق، وألف هنا وشفا. أنضف وأحلى بيتزا ممكن ناكلها في البيت، ومعمولة بحب ولولادنا، وألف هنا وشفا. يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب.